صباح الخير من أجمل مية في مصر، مية الساحل الشمالي الشرير. النهارده هناخد جولة كاملة في قرية أمواج. احنا دلوقتي الصبح بدري جدا، البحر حرفيا ما فيهوش تقريبا أي حد غيرنا، ناس قليلة جدا اللي موجودة على البحر الصبح بدري كده. جايين قلنا نقعد نفطر على البحر، نستمتع بقى بجمال المية كده واحنا لوحدنا خالص على البحر وناس قليلة جدا موجودة هنا. بصوا يا جماعة لون وجمال المية في الساحل الشمالي عاملة ازاي، بجد اللون خطير. هنقعد نفطر نستمتع بالاجواء. الفلوج بتاع النهارده هنقضي يوم كامل مع بعض في الساحل الشمالي الشرير، تحديدا في القرية بتاعة أمواج. هنروح أماكن للعشاء، هنتغدى، هنعمل كل حاجة، فخليكم معانا في الفيديو ده ويلا بينا نبدأ اليوم بتاعنا بوجبة فطار على البحر. وها هي وجبة الفطار المتواضعة صباحا على البحر على طول. فيو الصراحة خطير، موز ومخبوزات ودومتي فريسكا. أهم حاجة الفريسكا دي. بقيت بحب السمسمية مؤخرا، مع اني كنت بحب السودانية اكتر، بس مش عارف السمسمية ابتدت تعجبني، مش عارف ليه. يعني الواحد لما بيكبر بتعجبه السمسمية اكتر، ودي طبعا يعني كده كده دي اساسية. جو حلو، قاعد تحت ضلة ونفطر ونشوف بقى نعمل ايه تاني في هذا اليوم. قبل لما ننزل البحر قلت اوريكم كمية الحاجات اللي خدناها على بوابات الساحل واحنا جايين هنا، لان كمية السناكس دي انا هاخدها معايا البحر دلوقتي علشان ايه افرتكها. يعني نبدأ بالحاجات اللي انا مش هاكلها على البحر. منظفات، دول 2 منظفات خدناهم، وخدنا معاهم مش عارف ده ايه الصراحة، ده اسمه فانيش اوكسي اكشن، معرفش بيعمل ايه الصراحة، بس ادي خدنا 4 حطهم على جنب هنا. كمية الجبنة بقى دي برضو مش هاخدها على البحر. 1 جبنة، 2 جبنة، 3 جبنة، 4 جبنة، 5 جبنة، 6 جبنة، شلال. يعني انا مش عارف ايه كل ده، بس يعني حاجة حلوة ان انت تبقى رايح الساحل سواء يعني طيب او شرير، وفي الطريق تاخد كمية الحاجات دي. دول برضو شوية كنزات خدناهم على الطريق، فدول ممكن نعمل بيهم ايه مشروبات ونروح البحر. دي بقى كانت تحفة، دي من كولاجرا ونون، ماشي. دي فيها ايه صن بلوك بقى وحاجات تانية بقى اللي هي بتاعت البشرة والشمس اللي انا معرفش اساميها، بس كل واحدة فيها تقريبا 3. وهم ادونا مش 1 ولا 2 ولا 3 خدنا 4، انا معرفش فيه ايه. فادي دول كده. خدنا كوتشينة، وفي كمية اندومي بقى، او هي مش اندومي يعني خلينا نقول اسم البراند، اسمهم يودلز، ماشي. دول بقى 1 2 4 5 6 7 8 9 10 وانت جاي الساحل خدت معاك يودلز. ده اللينو، ده سناكس بحر حلو برضو. مكرونة مش هناخدها معانا على البحر. في دومتي وكذا نوع دومتي، في ده كمان شيبسي بجميع انواعه، كل حاجة حرفيا. مكن حلاقة، عاكس عربية، مروحة، وفوطة دي من CIB تقريبا، بتاع بتحط فيها مية او عصير، وتوت باج عشان تحط فيها بقى حاجات وبتاع. كل ده خدناه على الجيتس في 10 دقايق واحنا جايين. فيعني هنحضر الشنطة بتاعتنا وننطلق نشوف شكل البحر عامل ازاي. يلا. TBS حتى فاتح هنا، فكل حاجة يعتبر فاتحة في أماكن في كل حتة، ممكن يعني تاكلوا منها تعملوا اللي انتوا عايزينه. حاليا بقى ايه انطلقت
بالعربيه علشان اطلع بقى اللي هو المكان او المول او ايه ممكن نقول ايه الكويتي وردة الاساسيه بتاعت امواج، هي ريفات. هنطلع نبص عليها كده، نشوف ايه المحلات اللي فاتحه، الدنيا فيها عامله ازاي، ايه الحاجات اللي ممكن نعملها، ايه المحلات اللي موجوده هناك، كل الكلام ده. فمنطلقين دلوقتي على يعني عند قريب من البوابه، واحنا كده كده مش محتاجين نطلع، مجرد بس هنركن قريب من البوابه عند المدخل بتاع ريفت، هو اللي قدامنا هناك ده، المباني اللي هي على ارتفاع دي، وبعد كده بيتنزل له لتحت. ليه شكل معين يعني، بس المفروض ان هو شكله ظريف جدا. نروح نستكشفه دلوقتي، نشوف كده دنيته عامله ازاي. جو فظيع يا جماعه، جو فظيع. بس هو الجو فعلا محمس قوي ان الواحد ينزل يعوم، استمتع باجواء الميه. نروح ننزل نعوم دلوقتي. الدنيا فاضيه لسه. حلو حلو. ماشي، نركن بقى ايه مع الناس اللي راكنه هنا كده وننطلق. بس كده احنا طلعنا فوق، عندنا اهو في وشنا سكتشرز، وده المنزل، احدى المنازل اللي بتنزلك لتحت للمكان الاساسي بتاع ريفت، فممكن ننزل منه. يعني خلينا ننزل من هنا كده، ادي اهو كاتبين ريفت، الناس راكنه بقى هنا الجولف كارز وبتاع. خلينا ننزل نشوف في ايه تحت. في كفته فاتح هنا اهو، الناس قاعده بقى ايه، تلاقيها مستنيه الاكل بتاعها هناك، يبقى زحمه قوي كفته ده. وبعد كده بقى ممكن ننزل من هنا. هو كل المكان بقى اللي تحت ده، كل الكافيهات اللي موجودة على اليمين وعلى الشمال وكل الكلام ده. طبعا احنا دلوقتي عشان الصبح، فطبعا يعتبر مفيش حد هنا، كل الناس بقى موجودة على البحر او على البول او ايا كان بقى بتعوم فين او في اماكن تانية. بس هتلاقي ناس قليلة جدا 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 اللي موجودة هنا دلوقتي، بس بتبقى فرصة حلوة ان الواحد يكسبيرينس ويشوف شكل المكان وهو فاضي خالص. في كافيهات اهي هناك وعلى يميننا طبعا، وادينا نازلين. المنظر بتاع البحيرات الصغيره اللي هم عاملينها دي لونه حلو قوي الصراحه الصبح. يعني حسيت ان المنظر الصبح برضو هيكون مختلف خالص عن المنظر بالليل. اظن بالليل المكان ده كله بيكون منور، وبيكون الاجزاء من الميه كمان بتكون منوره، شكلها بيكون لذيذ جدا. في خيل هناك، بصوا في خيل جوه اهو. مش عارف بقى هل ده الوحيد ولا عنده صحاب هنا. لا، مش وحيد، شفت له صاحب هناك اهو. في كذا خيل هناك، ما اعرفش انتوا شايفين ولا لا. بصوا اعمل لكم زوم كده، بصوا في واحد ابيض وواحد تاني بني. بس كميه محلات موجوده هنا كتيره جدا عامه. يعني لو انتوا شايفين حتى تحت، بصوا كل دي محلات. واظن في هناك كمان ملاعب، يعني اللي انا شايفه ده ملعب بادل. خلينا نروح نستكشف كده، شوف في ايه موجود تحت، ايه المطاعم، ايه الحاجات اللي موجوده هنا. في سينابن هناك اهو، في سلطانه على يميننا، في تراب. حتى تراب دول اللي هم بتوع الاسكيب رومز موجودين هناك اهم. بس منظر الميه لذيذ قوي، يعني تحسه حمام سباحه والله. بس طبعا ما ينفعش حد ينزل هنا. خلينا مكملين الجوله الاستكشافيه بتاعتنا. ادي سلطانه، جنبيه سينابن. المكان ده بالليل طبعا بيكون زحمه جدا، سواء بقى الناس جايه من القريه نفسها او من بره القريه، لان المكان ده يعتبر مفتوح على الشارع بره. يعني ما ينفعش تخشوا منه طبعا القريه، في سور وحواجز وحاجات زي كده. وطبعا الجيتس اللي مفتوحه من القريه بيكون عليها امن وحاجات شبه كده، عشان بيشوفوا الاي دي بتاعك قبل لما تخش. ما ينفعش ان انت تخش عشوائي كده طبعا يعني، ولكن يعني تقدر ان انت تيجي هنا سواء انت في القريه او لا بتاعت امواج، وتستمتع بقى بالاجواء بتاعت المكان ده. عايز تخرج مثلا بالليل، بصوا المنظر لذيذ قوي يا جماعه والله. الاجواء بتاعته ظريفه جدا جدا. في مطاعم كتيره قوي يعني، بصوا هناك عندنا بيكينج وابو شقرة، بافلو برجر فوق، وفي كفته كنا شفناه، وحتى في واحد بتاع سوشي هناك اهو. وكافيهات كتيره قوي بقى، يعني في كافيهات كتيره جدا جدا جدا. هنا بطاطس زلابيا اهو مش شغال طبعا، تلاقيه مش شغال دلوقتي بقى، ايه تلاقي مستني الليل يجي. دي منطقه العاب اطفال برضه، بتاعتي بتشتغل بالليل. بس مين هيجي في الولعه دي ويخش يعني يلعب او يجيب اطفاله حتى يلعبوا هنا؟ يعني دلوقتي يعتبر الوقت بتاع ايه، بتاع البحر، فاحنا راجعين البحر.
كده كده يعني. بس يعني قلت افرجكم على شكل المكان ده والاجواء بتاعته في الوقت ده. هناك دي ملاعب بادل زي ما احنا شايفين، تقدروا تيجوا هنا برضو تلعبوا بادل. وزي ما قلت لكم كده كده انت يعني مش لازم ان انت تكون في القريه بتاعت امواج علشان تخش المجمع او المول ده، لا عادي جدا تقدر انت تيجي بره تركن تستمتع بقى بالاجواء بتاعت المجمع الجميل ده. دلوقتي هننطلق، ممكن نروح بقى البحر فعلا ونقعد ننزل نعوم شويه، نشوف كده الدنيا في البحر عامله ازاي. الموج البحر الصراحه كان شكله تحفه، فهنروح نستمتع بالاجواء بتاعه البحر ونشوف هنعمل ايه تاني في اليوم الكامل بتاعنا في الساحل الشمالي الشرير. انطلقنا دلوقتي بقى على المكان بتاع حمام السباحة بتاع الأطفال وحمام السباحة الكبير الأساسي. ده حمام السباحة بتاع الأطفال، طبعا الدنيا يعني شغالة وكل حاجة 100. منطلقين بقى من هنا على حمام السباحة الكبير، شوف الأجواء هناك عاملة ازاي، ايه المحلات اللي فاتحة، الدنيا زحمة ولا فاضية ولا عاملة ايه، بس يعني احنا بيك سيزون فطبيعي ان هي تبقى زحمة. ده حمام السباحة بتاع الأطفال. وبعد كده عندنا هنا بقى ملعب كورة وجنبيه ملعب بادل، يعني برضو في كذا حاجة ممكن تتلعب هنا، فالأجواء لذيذة جدا هنا الصراحة. النخل اللي موجود في كل حتة الصراحة عامل جو رهيب. وحمام السباحة الأساسي هناك أهو، منظره أحلى كتير جدا جدا جدا. دلوقتي معرفش انتوا شفتوا فيديو الساحل المهجور ولا لا، بس كنت عامل ساعتها فيديو عن الساحل الشمالي الشرير، ولكن ما كانش فيه اي حد لان احنا كنا لسه في نص شهر 5، مش اي حاجه بدات اصلا، حتى البول ده ما كانش اتملى. بس يعني في حاجه هنا اسمها انبسط حالا، ما اعرفش ده ايه بس اسم غريب. ده حمام السباحه اهو داخلين عليه، المنظر بتاعه لذيذ جدا الصراحه، حمام سباحه كبير. ده المنظر، ادي الناس قاعده اهي على الشمال وعلى اليمين. اجواء حمام السباحه جميله جدا الصراحه، لون الميه تحفه. وفي هناك بقى بار برضه ممكن تشربوا اي حاجه على حمام السباحه، لذيذ جدا. غير طبعا المحلات بقى اللي بتكون موجوده حوالين حمام السباحه، يعني اللي هناك ده مثلا بيعمل ميلك شيكس وبيعمل سندوتشات سوسيس وحاجات شبه كده كده. طبعا عندنا صابر هناك، الناس اللي تعرف يعني صابر من الاماكن بقى اللي كانت بتعمل رز اللبن بالايس كريم والمكسرات والحاجات دي، بس من زمان قوي. ده شكل حمام السباحه، اجواء لذيذه قوي الصراحه، منظر تحفه. ده المكان اللي فيه بقى شويه محلات شغاله على البول، صابر وميلتس او ميني ميلتس، ومكان تاني اسمه كاتشي هناك اهو، هذا هو كاتشي. وبس حمام السباحة مكمل بقى، ناس قاعدة على اليمين وناس قاعدة على الشمال. المية شكلها نضيف ولذيذة جدا الصراحة، أجواء هنا لذيذة قوي. هنا ده مطعم سمك هنروح نتفرج عليه دلوقتي. وبعد كده المكان ده بقى اللي هو ايه بعد حمام السباحة برضو من ضمن الأماكن اللي ممكن تقعدوا عليها. خلينا ننطلق كده نشوف الدنيا هنا عاملة ازاي. ده محل سمك، قعدته ظريفة الصراحة، مكان لذيذ قوي يعني، عاجبني قوي الخشب والحاجات اللي احنا بنتمشى عليها في وسط الجناين دي، الصراحة شكلها لذيذ قوي. ومكتوب هناك فيش هاوس، ده عشان المحل اللي هنا. ف يعني أجواء ظريفة. من هنا نقدر نتمشى على البحر، جيت هناك أهو، فخلينا نتمشى كده لحد البحر نشوف الدنيا عاملة ازاي لحد البوابات بتاعة البحر. طبعا ده بوابة من ضمن تقريبا 6 أو 7 بوابات بتوع البحر، منهم بقى بوابات للمستأجرين ومنهم بوابات للناس الملاك اللي موجودين هنا في القرية. من هنا بقى تقدروا تتمشوا من المين بول اللي موجود هناك ده لحد البوابة اللي هناك دي، فأدينا بنتمشى. الناس بقى رايحة بالجولف كارز وبتاع، احنا بنتمشى عادي. ادي جيت، دي جيت 2 على البحر.
عاجبني قوي الالوان بتاعه الجيتس الصراحه، حلوه قوي الالوان اللذيذه اللي هم عاملينها دي. انا بحب فعلا الوان القريه جدا هنا، اللي هو اللون الازرق برضو الاساسي بتاعهم ده من الالوان المفضله. يعني ده يمكن اصلا يعتبر نفس درجه اللون بتاعه البراند بتاعي اللي هو سيك ادفنتشر، فانا بحب اللون ده جدا الصراحه. هنشوف بقى عندنا ايه في جيت 2. في هنا سي اي بي، اكيد عاملين بقى مسابقات وحاجات غريبه والحاجات اللي شبه كده، وناس كتير واقفه قوي عندهم، فواضح ان يعني بيوزعوا حاجه او حاجة وعاملين مسابقات بقى وحاجه زي كده. وبعد كده عندنا هنا مينس برجر، هنا كوستا كوفي، وده الحمام. الله بجد لون البحر تحفه، بحر هادي عظيم بجد، عظيم 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 البحر. يا نهار ابيض على الجمال. بحر تحفه النهارده، بحر حلو قوي 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 النهارده بجد، احلى بكتير جدا. يا خبر على جمال الميه، تحفه يا جماعه. برضو بحر الساحل الشرير غير الصراحه، يعني لون الميه بجد خطير خطير خطير. العلم اللي مرفوع النهارده هو العلم الاحمر، وده معناه ان الميه خطر، ولكن برضو تقدر ان انت تنزل وتبقى واخد بالك. العلم الاسود معناه ان انت ما ينفعش تنزل الميه، يعني لو العلم اسود اوعى تنزل، لان الميه بتكون يعني شرسه جدا، بتبقى صعبه، والبحر يا جماعه ملهوش كبير ماشي، فنخلي بالنا جدا من الموضوع ده. على قد ما الدنيا ممكن تبان ان هي بسيطه وهاديه، ولكن ممكن تتسحب في اي وقت، وفعلا حتى لو انت سباح رهيب ممكن ما تعرفش تعوم وما تعرفش تطلع. وناس كتيره قوي حصل لها حالات وفاه بسبب الجرأة الزياده والثقه اللي ملهاش اي معنى بجد. فادي لون البحر الخطير النهارده بجد تحفه. بحب قوي الاعلانات اللي هي الطايره اللي هناك دي، يعني بصوا الاعلانات دي اللي هي بتاعت الطيارات، بحبها قوي بجد. يعني اسلوب جديد للدعايه والاعلام والماركتنج، فانا بحب قوي الستايل بتاع الاعلانات، اللي هو تبقى قاعد عادي كده تلاقي طياره معديه من قدامك لمجرد بس ان هم عاملين اعلان. فيعني ده جزء من البحر. هنروح نستكشف دلوقتي باقي الاجزاء، جيت سكيز بقى وكل حاجه شغاله، البنانا بوت، بتاع المرتبه برضو دي جيت سكي داخل اهو ساحب المرتبه دي. في بقى هناك جيت سكيز كتير قوي، هنروح دلوقتي نتفرج عليها ونبص على المنظر بتاعها مع بعض. هو اهم حاجه ان البحر يعتبر يعني نسبيا سيف دلوقتي، على الرغم من البتاع على الرغم من ان العلم احمر، ولكن الميه تعتبر بجد تحفه. يمكن برضو من الحاجات اللي انا فعلا بحبها في القريه هنا بتاعت امواج، زي ما قلت لكم اللون بتاع الحاجه. فبصوا مثلا لون البين باجز نفسها عامله ازاي، لونها لذيذ قوي. يعني بصوا بين باجز لونها عامله ازاي، كيوت جدا، تحفه الصراحه. فيعني من ضمن الحاجات الصراحه اللي بتعجبني في القريه. الدنيا زحمه جدا يا جماعه، زحمه بطريقه مش طبيعيه. يعني بصوا كل الشور لاين مليان بني ادمين في كل حته. بصوا المنظر فظيع. لو لفينا كده يعني والناحيه دي تعتبر اهدى شويه، بس الدنيا زحمه جدا. احنا في البيك بتاع السيزون دنيا يعني، وبعدين احنا مش اي وقت، احنا يوم الجمعه كمان. يعني انا قلت اصور لكم الفلوج ده يوم الجمعه، مع اني قاعد هنا يعني كذا يوم، بس قلت اصوره يوم الجمعه علشان تشوفوا بقى ايه الساحل في البيك بيبقى عامل ازاي. لون الميه جميل قوي يا جماعه في الساحل الشمالي بجد. يعني على طول بقول كده، اللي هو كل لما قربت من مرسى مطروح كل لما لون الميه بجد بقى تحفه. يعني بصوا مثلا لون الميه خطير خطير. مش عارف دي مركبه غرقانه تقريبا او حاجه، مش عارف ده ايه، شفتش الحوار ده هنا قبل كده. بس من الحاجات اللذيذه او الروشه الصراحه اللي في الساحل الاعلانات اللي بالطريقه دي. يعني بصوا
بصوا بقى ده باراموتور اللي هو بيبقى باراشوت، والعجله بقى بتاع المروحه اللي فوقيه ده، وعاملين اعلان. بس ده اعلان مش عارف ايه دي، روكسي. بس يعني روش الصراحه، الناس تبقى قاعده على البحر كده. هو مش ما عندنا فيش تلفزيون، بس هيعملوا بقى ايه اعلان بالطيارات الصغيره دي. يا نهار ابيض، الميه بص الميه ساقعه شويه الصراحه، بس مش مشكله عادي يعني، الجو حر الصراحه، فايه يسمح ان انت تنزل البحر براحتك. بصوا المركبه الغرقانه دي، بقايا مركبه موجوده هنا تقريبا قريبه من البوابه الرابعه تهيألي في امواج. على البحر بقى دلوقتي كل حاجه يعتبر فاتحه، يعني مثلا هناك اهو هنروح نبص بقى على المحلات اللي فاتحه على الشاطئ كله، نشوف ايه اللي فاتح ايه اللي مش فاتح. بصوا المنظر، بحر حلو، بس فيه جزء كده اللي هو فيه الحاجات السوداء اللي هي بتبقى في البحر، اللي هي دي يعني جزء من الموج في الحته دي، يا اما انت تعديه يا اما تعوم قبله، هيبقى الدنيا في العادي. غير كده بقى هتلاقي الايه الدنيا في الغريب. هنا بقى في مطاعم وحاجات زي كده فاتحه، وادينا بنتمشى على الشاطئ. ميه هنا هاديه شويه، ونكمل الجوله بتاعتنا هنا في امواج. واليوم بتاعنا هنقضيه هنا كله مع بعض، شوف ايه اللي موجود هنا، الناس تخرج فين هنا، ايه اللي موجود بالليل، نتمشى ندور، شوف كده الدنيا عامله ازاي. الشاطئ بتاع امواج بجد طويل بزياده، يعني قاعد بتمشى كل ده تقريبا، يعني عديت 2 جيتس بس. فلا الموضوع يعني هياخد وقت كبير قوي ان الواحد يتمشى من الشاطئ لاوله لاخره. والالوان عامه بتاعت امواج الصراحه حلوه قوي، يعني فكر الازرق اللي هم مستخدمينه في كل حاجه، لون القريه نفسه الصراحه لذيذ جدا. بصوا ده المنظر من ورا مع البحر والشماسي والبين باجز اللي شكلها كيوت جدا. لا المنظر من هنا الصراحه برضو حلو قوي قوي قوي، يعني غير ان المنظر كده كده حلو قدام البحر، ولكن ايا كان انت قاعد فين فعلا القعده هنا لذيذه قوي. في برضو مكان او زي كافيه هناك كده، بصوا المنظر بتاعه. خلينا نقرب كده اهو، اسمه 7 يارد اهو، ده المنظر بتاعه ظريف جدا برضو يعني. نزلنا نتعشى في زازا كوزين، حلو قوي الطبق ده، كيوت جدا، مكتبين عليه اسمهم اصلا زازا. عاملين طبق روش قوي الصراحه. فالمهم وصلنا زازا كوزين عشان نتعشى، وقضاهم روشه. بس واحنا بنقرا الريفيوز بتاعت المكان وكده، كان واخد ريفيوز لذيذه قوي في المشويات. فجبنا ميكس جريل، يعني في بقى كفته وكباب شيش طاووق، فكل حاجه يعني. فهنجرب ونشوف بقى هل طعمه هيطلع حلو ولا هيطلع عامل ازاي. منظر المكان لذيذ قوي الصراحه، كوزي جدا. ده شكله، ده المنظر شيل خالص، اوبن اير كده وجو لذيذ، مش حر يعني، يعتبر جو كويس. فاستنى الاكل ونشوف كده هيطلع عامل ازاي، نجربه سوا بقى.
بيقولوا ان العين تاكل قبل الفم او المعده، مش عارف يعني يا دي يا دي بس. الصراحه البرزنتيشن شكله حلو قوي، يعني جايبين في الاناء اللي شبه لعبه هيركليز ده، وماشت بوتيتو اهي، وده رز. بس عاجبني قوي الاناء ده، شكله حلو قوي. فوق بقى الكفته والكباب والشيش، منظرهم خطير. اكل شكله حلو الصراحه، يعني بتاع الكبيره دي. نجرب بقى دلوقتي، نشوف طعم الحاجه عامل ايه. نجرب البطاطس الاول، بطاطس مهروسه. بسم الله. نطلع بقى هنا كده، نفش لنا واحد كفته. بسم الله. ايه بطاطس حلوه. بسم الله. اوف، انا مش من الناس اللي بيحبوا الكفته عامه، انا بحب الطرب. حلو قوي. لا الكفته حلوه قوي يعني، بطاطس حلوه قوي. الشيش طاووق. لا حلو برضو الصراحه، هو الكفته احلى بس هو حلو جدا برضو. والله الاكل ده هون عليا الركنه ام 100 جنيه دي. ادي ركنه ايه، ركنه العربيه ب 100 جنيه يعني، حاجه، ده رقم بشع. المهم نخش بقى في بعد الشيش. عندنا ايه؟ الكباب. اوعى تقع. ادي الكبابيه، الكباب. الريفيوز ما كدبتش الصراحه، يعني قالوا المشويات حلوه، وفعلا المشويات حلوه جدا. خلص اكل واقول لكم بقى دفعنا كام في الحوار ده. وبعد الاكل رجعنا ريفت تاني بالليل. سوى المنظر بتاعه بيبقى مختلف خالص في وقت الليل، كل حاجه منوره. الميه اللي احنا كنا شايفينها الصبح لونها جميل جدا، دلوقتي بقت فيها انوار. ملعب البادل هناك اهو الناس بتلعب، والمكان بتاع الاطفال اللي شفناه الصبح اهو موجود منفوخ، وكل حاجه شغاله. جبنا ايس كريم وهنقعد بقى ايه نستمتع بالجو هنا. لو عايزين بقى تشوفوا الفيديو بتاع مغامره شرم الشيخ، شوفوا الفيديو من هنا.